مرحبا بكم في القناه. اليوم غادي نصاوب معكم هذا الطاجين بالكفته ديال الدجاج. كيجي واحد الطاجين اللي واعر وخفيف ودغيا كيوجد. شوفوا لي كيفاش كيجي واحد الطاجين اللي صراحه زوين وبنين ولذيذ وبواحد المكونات اللي هي بسيطه. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليونا شي كومنتير زوين وندوزو للطريقه ديال التحضير. غتاخذوا واحد الباول ولا اي اناء عندكم، غديروا فيه الكفته ديال الدجاج مطحونه. من بعد غادي تضيفوا عليها البصل، شويه ديال البصل، شويه ديال الربيع. من بعد غادي نضيفوا العطريه، غادي نضيفوا راس معلقه ديال التحميره، راس معلقه ديال الخرقوم، راس معلقه ديال البزار، راس معلقه ديال السكينجبير. صافي وغادي نخلطوا هاد المكونات كما كتشوفوا مع بعضياتهم. صافي كنحاولوا نخلطوهم مزيان حتى كيمتزجوا مع بعضياتهم وكتدخل هذيك العطريه في اللحم. صافي وكتخلط مزيان مع بعضياتها كما كتشوفوا. حاولوا تخلطوها مزيان حتى كتخلط. صافي وجمعوها من بعد باش ندوزو نشكلوها كويرات، وعلى حسب نتوما بغيتوهم كويرات كبار كوروهم كويرات كبار، بغيتوهم كويرات صغار ديروهم كويرات صغار. من بعد كتخليو الكفته على جنب وقد تاخذوا شي مقله ولا شي طاجين اللي عندكم. انا كان عندي الطاجين. صافي كديروا شويه ديال الزيت، كتضيفوا عليه البصله مطيشه، كنحركوا هذيك البصله مع مطيشه مزيان حتى كيتقلاو. بغيت نقول لكم الا وصلتوا لهنا ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليونا واحد الكومنتير زوين باش نزيد نتشجع ونزيد نقدم محتوى اللي هو مفيد وصحي وبالصحه والراحه. صافي من بعد غنضيفوا العطريه، نديروا السكينجبير، الخرقوم، التحميره، الملحه، واحد جوج دروس ديال الثومه محكوكين كما كتشوفوا. من بعد غادي نحركوا هاد المكونات كما كتشوفوا. صافي وغادي نخلي الطاجين ديالنا يطيب. طيبنا ديك البصله مع مطيشه وغادي ندوزو نشكلوا الكفته ديالنا كويرات. غديروا شويه ديال الزيت في يديكم باش ما يسقلكمش. انا كانوا عندي هاد الليغات، استعملت الليغات، تقدروا تستعملوا غير يديكم. صافي وغادي نشكلهم كويرات كما كتشوفوا، كبار ولا صغار على حسب اللي بغيتو نتوما. انا درتهم كويرات مويان. صافي كما كتشوفوا غادي نديرهم فواحد الطبسيل باش ملي كتوجد لي هذيك الحشوه غنضيف عليها الكفته. صافي بعد ما شكلتهم هكا كما كتشوفوا، هذاك نص كيلو ديال الكفته عطاني 10 ديال الكويرات. تقدروا نتوما يخرج لكم حتى 15 على حسب الحجم. صافي بعد ما طاحت لي هذيك البصله مع مطيشه وتشحرات مزيان، غادي نضيفوا شويه ديال الربيع. من بعد غادي نضيف واحد 3 المعالق ديال معجون الطماطم كما كتشوفوا. صافي وغادي نحرك هاد المكونات ديالنا وغتكون الحشوه ديالنا واجده. صافي هنا بعد ما وجدات غادي نضيفوا الكويرات ديال الكفته. غادي نستفوا الكويرات ديالنا في الطاجين على حسب الحجم ديال الكفته اللي عندنا. صافي وغادي نديروا لهم بحال هكا ونحاولوا نقادوا لهم بلاصتهم. صافي وغادي نغطيو الطاجين ديالنا وغادي نخليوه يطيب لمده ديال 10 ديال الدقائق. من بعد غادي ندوزو نقلبوهم للجهه الاخرى. صافي وغادي نخليهم يطيبوا غير واحد 5 ديال الدقائق. صافي غيكونوا واجدين. صراحه كيجي واحد الطاجين ديال الكفته اللي واعر وبنين وبواحد المكونات بسيطه وبهذيك التعليكه ديال الحشوه. صراحه بنين بزاف ولذيذ. كنصحكم تجربوه في هذا الصيف. تقدروا ديروه كوجبه ديال الغداء ولا عشاء. كيجي واحد الطاجين اللي بنين بزاف ولذيذ وبواحد المكونات اقتصاديه. كنصحكم تجربوه صراحه ما غاديش تندموا عليه وبواحد الطريقه اللي سهله. هنايا غادي ندوق معكم وغادي تشوفوا التعليكه كيفاش جا. صراحه جا واحد الطاجين اللي هو معلك بهذيك الحشوه وجا بنين. صراحه كنصحكم تجربوه وبالصحه والراحه، ونشوفكم فيديو جديد مع وصفه جديده وبمذاق مختلف.